ما زال اللغز محير. كولر قرر انه يلعب بمودست راس حربة في مباراة الزمالك، رغم انه مش يعني حتى لو هنقول انه يبقى راس حربة تاني ما عنديش مشكلة، يعني بيس ممكن يعني تعدي شوية انه في حد هيشيل او هو يسند لحد، تعدي حلو. انما ان هو يلعب راس حربة لوحده في ماتش القمة، لا صعب صعب، لان ماتش الزمالك او الزمالك بالاخص هي نازل فرقه صغيره في ال 12 في الدوري. انت لو كنت كسبت كنت هتوصل للخامس، ففرقه اللي هو تلعب على المرتده، وسيف الدين الجزيري سريع فهيعرف يعني الزمالك هيعرف يعملها، ومعاه حد بيعرف يحط كوره كويس من نص الملعب زي ناصر ماهر او عبد الله السعيد. ففي في ورق في ايد جوميز انه يعمل دي كويس. ففرقه صغيره على قدها، مع كامل الاحترام طبعا للنادي الزمالك، بس فرقه شايفها لسه بتقف على رجليها، فعرفت تلعب بالجيم بالورق اللي هي محتاجاه او الورق سوري اللي معاها ولعبته. انت بقى معاك ورق كتير، سيبك ان انت عندك غيابات، بس انت عندك ورق كتير جدا اذا كان على الدكه او في السكواد بشكل عام. فجاه تقرر انك تسيب الاثنين المهاجمين الاساسيين بتوعك في الفرقه، كهربا وسام ابو علي، وتنزل بمودست. فضيعت 35 دقيقه، 45 دقيقه سوري، 45 دقيقه من الماتش في اللاشيء، في الهوا. طب حلو، انت ما حرستش هداف، ما عملتش هجمات، ما عنديش مشكله. هل انت خرجت بشباك نظيفه في الشوط الاولاني عشان اقول ان انت مثلا هتلعب بقى الشوط الثاني راس براس خلاص، اللي هو انت ند بند، اللي هو خلاص 0-0، فعادي بتلعبوا شوط انتوا الاثنين؟ لا، انت خسران واحد بسبب الهبل اللي انت عملته ده، اللي هو انت كنت عايز تدي عمر كمال عبد الواحد مهام هجوميه اكتر، وتخليه يساعد مع محمد هاني في الدفاع، فيبقى عندك اتنين في الجبهه دي اللي يشيلوا فتوح. حلو، يعني ما عنديش مشكله في دي، بس لحد دلوقتي استوعب ليه مودست يبقى في راس حربه. ما هو يعني انت حطيت عمر ومحمد عبد الهاني ومحمد هاني مش هيعملوا لك العرضيه، في ظل ان هم هيبقى اللعب اكتر على ناحيه ان هو يقفل على فتوح، فالعرضيات هتبقى قليله، غير ان هو اصلا برضه في العرضيات يعني لازم يبقى فاضي، والزمالك مش هيسيبه في مودست فاضي، ما هو واحد لوحده. يعني انت لو نزل راس حربه تاني هقول لك ماشي، كهربا مثلا ينزل يسحب حد فهو يطلع لوحده، فلما تيجي عرضيه يبقى في جون مثلا، يعني مثلا وسام ابو علي ينزل يسحب مدافع معاه ولا حاجه، فهو يفضى فيبقى في كوره عرضيه مثلا. انما هو لوحده واتمسك خلصت، هو مش هيطلع لوحده، يعني مش هيطلع كده مع نفسه وفي حد ماسكه ويعمل كوره، لا مش هيعمل صدق. الاجوان اللي شفناها منه في الاهلي براسه كلها كان طالع لوحده، يعني انا ومعي بس انا. فما كانش منطقي خالص ان انت تلعب بمودست راس حربه مستقل في شوط كامل، رغم ان مودست اصلا ما يلعبش اصلا 5 دقايق حتى. الا ممكن اقول لك يعني انا كنت شايف ان انت عايز تلعبه وفي شرط ولا حاجه في عقده ان هو يلعب في اخر 5 دقايق، يعني خلاص هو بتحسب له الماتش، انت تحسب له ان هو لعب الماتش ده لو نزل اخر 5 دقايق عادي جدا، وانت كسبان وانت متعادل يا عم حتى، بس ينزل اخر 5 دقايق اللي هو خلاص كده كده انت حسبت له الماتش، حتى عيد في بانده انه تلعب الماتش ده، وفي نفس الوقت ما خسرتش الفرقه المجهود. 45 دقيقه هباء راحوا في البطول في البطون ساليه. ف يعني مش عارف كولر يعني في الفتره الاخيره، الشهرين اللي فاتوا او الشهر ونص اللي فاتوا كده، او الكام ماتش الاخرانيين دول، الدنيا حاجه كده بفتره موسيماني قبل ما يمشي من الاهلي، اللي هو ايه، انا كسبت كل حاجه، كفايه كده، كفايه كده صح، خلاص بقى نعك براحتنا، اللي هو نألف بقى، ما انا كسبت مش فارقه معايا. هو مش مستوعب لحد دلوقتي كده، معناه ان كولر نفس موسيماني بالظبط، مش مستوعب ضغط جماهير الاهلي ومشجعين الاهلي في انه يكسب، مش بس يكسب بطولات، يكسب عموما ماتش ودي، بطوله وديه. العقليه دي مش بتستجيب بسهوله ان انت تخسر ماتش او تتعادل ماتش. مش هقول لك انك تخسر بس، لا، تخسر او تتعادل ماتش بالنسبه لهم دي خساره، يعني في الحالتين دول كده انت خسرت، تكسب بس انت كسبت، تعادلت او خسرت خساره، الاثنين خساره، الاثنين تحت بند خساره، يعني الهزيمه او بتاع تحت بند خساره، يعني عشان نغير المصطلحات. المهم، فكولر راح كده في سكه موسيماني، رغم ان موسيماني يعمل ماتشين بس، الموسمين بتوع موسيماني في الدوري كانوا اسوأ موسمين في تاريخ الاهلي تقريبا. خسر دورين، يعني اللي هو كده هو سايب ايده، يعني خسر الدوريات وهو سايب ايده،
برضه نفس التاليف ونفس الكور الغريبه اللي بتتعمل ونفس اللعب الغريب اللي هو فيه. يا جدعان انت مش مع كامل احترامي لموسيماني او كولر، تكسب بتلعب كويس في دوري الابطال، بتكسب دوري الابطال، كسبت دوري الابطال، كسبت كاس، كسبت دوري وي وي، بس اعمل بقى كوره، كمل بنفس النهج. يا عم ما تغيرش التدوير والعب بنفس اللعيب. يعني انا عايز الومك انك بتلعب بنفس اللعيبه وما تغيرش. يعني ما هو التدوير بيبقى في اضيق الحدود، اصابه، لاعب مرهق تعبان، دور يعني. وبعدين تدور في مين؟ في مودست يعني، الدنيا البشريه كلها تدور في مودست. وبعدين فجاه كده بتلعب السوليه. السوليه حتى لو في اسوأ حالاته بتلعبه ماتشين فهو واخد الفورمه بتاعت الماتشات، تروح مقعده في ماتش الزمالك وجايب كريم نيدفيد. يعني انا مش ضد كريم نيدفيد، بس انت السوليه بقاله ماتشين بيلعب 3 ماتشات فواخد فورمه موجود في الماتش، يعني قال الدنيا هو افوق لعب. فجاه كده تروح منزل كريم نيدفيد في ايه؟ بس لما عندك غيابات في نص الملعب ماشي، مروان وامام ما عنديش مشكله، بس مش كريم نيدفيد. ابدا بالسوليه، ما ادكش الانتاجيه اللي هو الطبيعي بيعملها بضعفه ده، نزل كريم نيدفيد. خلاص انت كده يعني هي كده خسرانه، انما مش تخسرها من الاول بعد كده تقول لا صدق انا كده غلط، طب نسحب كريم نيدفيد ننزل السوليه. مش يعني مش بديهي. طاهر برضو ما ياخدش ماتشاته من الاول، يعني طاهر كده لازم ينزل، لازم يقعد على الدكه يحس الماتش، يحس الاجواء، ثم تنزل بقى تديله اللي انت عايزه. انما هو ينزل ياخد الاجواء بيحس ان هو مش موجود، يعني ما بيظهرش. لو انا ايه ده، انا لسه هلعب من الاول، لسه هنبتدي نسنتر يعني ايه ده؟ لا ده ملل. فهو تحس ان هو عايز يلعب ماتش كده اخر 10 دقايق، اخر ربع ساعه، ممكن يديك حاجه، لان هو تحس انه مش عارف. بس هو في حاجه غلط، يعني في حاجه غلط في طاهر ان هو ما يعرفش يلعب الماتش على بعضه، الا يعني احيانا مش عارف. بس هو ما يلعبش ماتش على بعضه، او ما يلعبش ماتش من بدايته، يعني ما يبديش الماتش، هو ينزل دكه يقعد كده يتفرج على الماتش، يحس ان في حاجه ناقصه يبتدي هو يعملها. انما انت تديله هو اعمل انت، لا هو مش هيعمل. بس 3 نقط يعني. رغم الخساره دي، انت لو هنتكلم بان انت بتقارن نفسك بالغريم اللي هو المفروض الزمالك، فانت بخسارتك دي انت بقيت ال11 هو ال12 زي ما هو، او هو ال12 وانت ال11، فانتوا يعني انت لسه فوق الغريم المباشر بتاعك. ففي كل الحالات انت لسه متفوق نسبيا، انت لسه عندك ماتشات عشان يعني تطلع زياده في الدوري. ف الى ان يتم تغيير اي شكل من اشكال الفريق في الفتره الجايه، اتمنى ان كولر يفوق من الخزعبلات اللي هو بيعملها، يركز. مش عارف كابتن بيبو بيعمل ايه جنبيه، كابتن خالد بيبو. اعتقد ان مجلس الاداره محتاج يراجع مع كولر شكل الفريق في اخر الماتشات قبل الادوار النهائيه، في قبل مواجهه مازيمبي في درس في مازيمبي في دوري الابطال، عشان الموضوع هيبقى اسوأ مما نتخيل لو حصل حاجه في دوري الابطال، لانه هيبقى انت الدوري على شفا حفرة ودوري الأبطال هيروح فشكرا مفيش تاني. وحتى لو نفدت من مازيمبي فانت هيقابلك في النهائي يا الترجي يا سان داونز، فهتبقى الكارثة أكبر لو انت فلتت من مازيمبي ولسه بنفس السوق ده ورحت تقابل سان داونز أو ترجي. يعني الفرقتين دول من الفرق الرخمة، إذا كان شمال أفريقيا احنا عارفينه خلاص، وسان داونز جنوب أفريقيا، يعني الشمال أو الجنوب في الحالتين انت في الضياع لو انت سبت الدنيا زي ما هي كده وما حطيتش نقط على الحروف وعملت حاجه في الفتره الجايه. بس